داخل غرفة الملابس. نعم. وسيكون أيضا هناك احتفالية مختلفة جدا عن طريق صعود اللاعبين على حافلة مكشوفة والانتقال من استاد الملك فهد حتى الآن هذا سيتم. نادي الهلال. هناك آلاء بالتأكيد الآن. طيب ليش تأخر الآن؟ تم إدخالها إلى ليش تأخر؟ الجمهور مشى، المفروض تكون مع الجمهور ولا لا؟ لا بالعكس يا بتال، هي احتياطات أمنية حتى لا يكون هناك ازدحام مروري يعطل وصول الحافلة إلى مقر الهلال. نعم. رغم ذلك يعني هناك يعني بعض الجماهير تنتظر في المناطق الخارجية للملعب، تنتظر حافلة الهلال المكتوب. كيف كانت نايف ردود الفعل من الفريق المتوج اليوم باللقب ومن المتابعين إعلاميين وجماهير على حفل التتويج المبسط والجميل؟ بالتأكيد بالتالي الحفل كان جميل جدا مبسط. كان هناك بعض يعني طريقة مختلفة في دخول الفنان حسين الجسمي. أيضا كان هناك عرض فيديو لأهداف الهلال، حماس الجماهير. وأيضا هو يعني بعض الكلمات تم استخدامها في أغنية راشد الفارس هي أهازيج للجماهير الهلالية، لذلك كان التفاعل معها كبير. لاعبي الهلال كانوا سعيدين جدا يا بتال، لم يتوقعوا أن يكون تتويج وأيضا التغلب على النصر بنتيجة كبيرة خماسية. جميل. طيب نايف سنعود إليك، واعتقد بيكون عندنا ضيوف من الملعب إن شاء الله نتمكن. طبعا الوقت متأخر الآن، احنا متأخرين في برنامجنا على ساعات الاحتفال اللي صارت الآن، لكن راح نستمر معك إن شاء الله ننجح في أن يكون معنا لاعبين. طبعا كان مفترض يكون معنا اليوم الأمير نواف بن سعد رئيس نادي الهلال بالاتفاق معه، لكن ظرف مشاركته في عزاء الأمير مشعل بن عبد العزيز رحمه الله اليوم وعدم حضوره التتويج أجل وجوده معنا في البرنامج، ونبارك له ونعزيه. أيضا مبروك لكل الهلاليين. أول دوري بحياتي، يعني كأس آخر بس كدوري أول دوري، والحمد لله أخذته يمكن مع فريقي من أفضل فرق بآسيا. إيه والحمد لله، يعني أنا كثير سعيد. هلا قلت لك إنه أخذ دوري مع الهلال، فهذا طموح، يعني قلت لك من أنا وصغير، الحمد لله تحقق اليوم. الله يسعدك. إيه وش يقابلك سالم؟ أبوي. ما شاء الله. سالم حبيبي هلا مبروك. والله اول شيء الحمد لله والصلاه والسلام على اشرف الجالسين، والحمد لله والف مبروك والف مبروك. اول شيء قبل كل شيء الف مبروك لنا 3 نقاط، وثانيا الف مبروك لنا البطوله. خماسيه جميله. لا والله مو بشيء غريب على الهلال، يعني مو بالخماسيه، بالعكس يعني فريق النصر يعني فريق كبير، وبالعكس فريق يحترم، بس يعني الروح اللي كانت فينا هي اللي خلتنا نوصل هالنتائج. الحمد لله بتوفيق الله سبحانه وتعالى توجنا بهذا الدوري، وبارك الوالد اللهم لك الحمد، والجمهور الهلالي اللي حضر واللي خلف الشغل الله يعطيهم العافيه، ما قصروا تعبوا معنا طول الموسم هذا، يعني هذا شوي او توجنا بهذا الكاس الحمد لله.